السلام عليكم. مساء الخير على الجميع. السؤال ده لكل المؤيدين اللاجئين انهم يقعدوا في مصر. طب انا هسألك سؤال بس يا ريت تجاوبني عليه بصراحة. لو جارك ولع في شقته قدام عينك كده، هو اللي ولع في شقته كده بايده، وهو اللي ولع في شقته وهيقعد في الشارع، هل انت هترضى تستقبله في بيتك؟ السؤال الطبيعي انك انت هتقول ما هو اللي ولع في شقته يبقى يستاهل. صح ولا لا؟ وحتى لو انت جيت تسكنه في شقتك انت هتخاف منه. ليه؟ لان هو اللي حرق شقته، سهل عليه انه يحرق الشقه اللي اوته. يعني انت مثلا سكنته عندك في البيت عندك، ترأفت بيه وصعب عليك انه يقعد في الشارع وخدته عندك سكنته في بيتك، انت نفسك هتخاف لان الراجل حرق بيته، سهل عليه انه يحرق بيتك. فكذلك برضو مصر. ده مصر بلدنا. حلو. ده واحد دلوقتي أيد الإخوانجية ومشي معاهم وولع في دولته، ولما ما ظبطتش معاه جه عندك، تفتكر يعني إن هو هيبقى في يوم من الأيام هيحافظ على بلدك أو هيدافع عنها؟ مستحيل. فقد الشيء لا يعطيه يا أخي. يا أخي عاوزين نفهم شوية. الصعبانيات والمسكنة ديت ما تنفعش في ما تنفعش في الوقت ده. الصعبانة والمسكنيات ديت بتهدم دول. هم اليهود دخلوا اسرائيل هم اليهود دخلوا فلسطين ازاي؟ ما برضو على نظام المسكن، اللاجئين وضعاف ومساكين، والان اصبح اهل فلسطين هم اللي في بلدهم لاجئين. فيا ريت نبقى لما نيجي نتكلم نبقى نتكلم كلام واحنا فاهمينه شويه. زعلان وتعبك قوي، خد يا اخي اصرف عليه وعيشه عندك وفرجني على شطارتك. اما ما تجيش تحمله على ظهري اني، او تحمله على بقيه الشعب عشان خاطر طيب صعبان على جنابك. عيب اصلا، عيب. يا ريت نبقى عندنا من الثقافه والعلم، نبقى نفهم معنى التعامل ازاي. اعرف الشخص اللي جاي عندي ده هو عمل في بلده ايه، هل انا ينفع استقبله ولا طيب ولا لا؟ اذا كان راجل ما كانش امين على بلده هيبقى امين على البلد اللي بتقويه؟ يا جماعه صلوا على النبي. عاوزين نبقى يعني بلدنا اهم وبلدنا اولى، والصعبانيات دي تركنها على جنب. ما ينفعش كده. لازم نخاف على بلدنا شويه. اما يجي لك واحد يصعب عليك ويتمسكن لك طيب وبعدين. وتحياتي للجميع.